اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. مع حضراتكم محمد سالم. يا ريت اول حاجة تعملوها انكم تدوسوا على زر اللايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد تماما، مختلف عن الموضوعات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. هنتكلم النهاردة عن شخصية تاريخية. الشخصية التاريخية ديت أثرت في تاريخ مصر جدا، وهو يعتبر باني مصر الحديثة. هنتكلم النهاردة عن محمد علي باشا. محمد علي باشا يعتبر من الشخصية الأهم في تاريخ مصر الحديث طبعا، وغالبا بيلقب بمؤسس مصر الحديثة. ليه بيلقب بمؤسس مصر الحديثة؟ لأنه بنى جيش قوي وأسس صناعة حديثة وأنشأ نظام حكم مركزي قوي. بالنسبة للميلاد والنشأة، الاسم بالكامل محمد علي باشا المسعود ابن إبراهيم أغا. تاريخ الميلاد 4 مارس 1769. مكان الميلاد مدينة قولة في مقدونيا باليونان حاليا، وكانت وقتها ضمن الدولة العثمانية. الأصل العرقي طبعا ألباني. أسرته بالنسبة لوالده، والده كان إبراهيم أغا، وكان قائد عسكري صغير ومسؤول عن حراسة الطرق. وتوفى والده وهو طفل، ورباه عمه توسون أغا. بالنسبة لتعليمه، محمد علي ما حصلش على تعليم رسمي كبير. هو تعلم القراية والكتابة بشكل بسيط، والتجارة وإدارة الأموال. بالنسبة لشبابه، شبابه وبداياته العسكرية. في شبابه عمل في تجارة التبغ وجمع الضرائب وإدارة بعض الأعمال التجارية. وبعد كده دخل في المجال العسكري وأصبح ضابط صغير في الجيش العثماني، وقاد مجموعة من الجنود الألبان. بالنسبة لقدومه إلى مصر عام 1801، أيامها كانت مصر في حالة فوضى بعد الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت. وكان في صراع بين العثمانيين والمماليك والإنجليز. طبعا أيامها، بالنسبة لوصول محمد علي عام 1801، الدولة العثمانية أرسلت حملة عسكرية لمصر علشان يطردوا الفرنسيين. وكان محمد علي قائد للكتيبة من الجنود الألبان. وبعد خروج الفرنسيين بدأت معركة السلطة في مصر. بالنسبة لصعوده للحكم عام 1805، بعد خروج الفرنسيين حدث صراع بين المماليك والولاء العثمانيين والجنود الألبان، واستغل محمد علي الصراع ده بذكاء. أهم خطواته إن هو كسب دعم العلماء والأزهر، وكسب تأييد الشعب ضد ظلم المماليك. النتيجة إنه في 17 مايو عام 1805 أعلن العلماء وعلى رأسهم السيد عمر مكرم خلع الوالي العثماني وتعيين محمد علي والي على مصر. طبعا محمد علي في الوقت دوت كان عايز يتخلص من خصومه، وكان أكبر خصومه دولت هم المماليك. طبعا أكبر تهديد لحكمه كان المماليك، فطبعا قرر التخلص منهم. اللي حصل ان في 1 مارس 1811 دعا قادة المماليك الاحتفال في قلعة صلاح الدين بحجة الاحتفال بخروج الجيش المصري لمحاربة الوهابيين. ولما دخلوا القلعة، طبعا قفل الأبواب عليهم وأمر الجنود بإطلاق النار عليهم. النتيجة إن اتقتل حوالي 470 من قادة المماليك وانتهى نفوذهم في مصر. وطبعا محمد علي بالنسبة له طبعا عمل على إن هو يتخلص من كل المحيطين بيه اللي هم وصلوا له الحكم، زي السيد عمر مكرم طبعا، وده غير المماليك طبعا. وبكده بقى الطريق ممهد له لحكم مصر. أول خطوات بداية بناء الدولة الحديثة، طبعا محمد علي حاول إن هو يبني الدولة المصرية على الأسس الحديثة. طبعا بدأ مشروع ضخم لتحديث مصر. بالنسبة لي، أول حاجة عملها هو بناء الجيش. أنشأ جيش حديث على الطريقة الأوروبية، واستعان به خبراء مثل جوزيف إنسيلم سيف. عمل إصلاحات في الجيش طبعا، وفرض التجنيد الإجباري على الفلاحين المصريين، وأنشأ مدارس عسكرية وعمل تدريب حديث. بالنسبة طبعا محمد علي طبعا اهتم بالتعليم، أسس نظام تعليمي حديث، وأنشأ مدارس زي الطب والهندسة والمدفعية والألسن، وأرسل بعثات إلى أوروبا بقيادة رفاعة الطهطاوي. واهتم طبعا بالصناعة. أنشأ المصانع الحربية، أنشأ مصانع الأسلحة ومصانع الغزل والنسيج. وعمل برضو أنشأ برضو ترسانات بحرية ومصانع السفن، ومن أهمها طبعا ترسانة الإسكندرية.
اهتم برضه بالزراعة، أدخل زراعة القطن طويل التيلة وجعل مصر أهم مصدر لتصدير القطن في العالم. بالنسبة لتوسعاته العسكرية، محمد علي ما كانش مكتفي بحكم مصر، طبعا أراد إنشاء إمبراطورية كبيرة. طبعا هنتكلم عن حملته على الجزيرة العربية عام 1811 لحد 1818. طبعا محمد علي حارب الدولة السعودية الأولى لصالح الدولة العثمانية. قاد الحملة إبراهيم باشا، وسقطت عاصمة الدولة السعودية الدرعية. بالنسبة لفتح السودان 1820، أرسل الحملة بقيادة ابنه إسماعيل كامل باشا، وأصبحت السودان تحت حكم مصر. بالنسبة لحرب اليونان 1824، ساعد الدولة العثمانية ضد حرب الاستقلال اليونانية، لكن الأسطول المصري اتدمر في معركة نافارينو بواسطة بريطانيا وفرنسا وروسيا. وطبعا حارب الدولة العثمانية. أراد محمد علي الاستقلال فعليا عن الدولة العثمانية، فعمل الحرب الأولى معاهم عام 1831. قاد إبراهيم باشا وحقق انتصارات كبيرة، وصل الجيش المصري للأناضول قرب اسطنبول. وعمل برضو الحرب التانية معاهم عام 1839. هزم الجيش العثماني مرة أخرى، لكن الدول الأوروبية اتدخلت في مؤتمر لندن عام 1840، وأجبروا محمد علي على الانسحاب من الشام والاحتفاظ بحكم مصر وراثيا، وده كان أهم إنجاز سياسي له. لو هنتكلم إن شاء الله عن الحملات التوسعية بتاعت محمد علي بالتفصيل، طبعا هنتكلم ان شاء الله. يعني بالنسبة لحربه مع الوهابيين، كانت طبعا من 1811 لحد 1818. في أواخر القرن التمنتاشر أظهرت الدولة السعودية الأولى بقيادة محمد بن سعود وتحالف. طبعا ظهرت الدولة السعودية الأولى بقيادة محمد بن سعود وتحالفت مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيطروا على نجد ومكة والمدينة، وده قلق الدولة العثمانية لأن الحجاز كانت تحت سيادتها. فطلب طبعا السلطان العثماني من محمد علي القضاء عليهم. كان في مرحلتين للحملة المصرية. المرحلة الأولى كانت حملة توسن باشا عام 1811. طبعا أرسل محمد علي ابنه توسن باشا بالجيش المصري، واستعاد من المدينة المنورة ومكة، لكن الجيش المصري واجه مقاومة قوية في نجد. بالنسبة للمرحلة التانية، حملة إبراهيم باشا، بعد صعوبة الحرب أرسل محمد علي ابنه الأقوى إبراهيم باشا. خطته العسكرية كانت السيطرة على الحجاز أولا، والتقدم تدريجيا في الصحراء، وضرب معاقل الوهابيين. أهم المعارك معارك الطائف والقصيم وحصار الدرعية. طبعا سقطت الدرعية عام 1818 بعد حصار طويل، وسقطت المدينة طبعا عام 1818، وكانت عاصمة الدولة السعودية الأولى. وأصر الحاكم عبد الله ابن سعود وأعدم في اسطنبول. النتيجة نهاية الدولة السعودية الأولى وتثبيت نفوذ محمد علي في الجزيرة العربية. بالنسبة لفتح السودان أو حرب السودان عام 1820 لحد 1824، ليه محمد علي أراد إن هو يحكم السودان؟ أسباب كتيرة: البحث عن الذهب والسيطرة على منابع النيل والحصول على جنود أقوياء للجيش المصري وتوسيع الإمبراطورية. قائد الحملة كان إسماعيل كامل باشا. عام 1820 اتحرك الجيش المصري جنوبا عبر أسوان والنوبة ودنقلة، وفي المعارك واجهوا مملكة الفونج والقبائل السودانية. وفي عام 1821 سقطت العاصمة صنار. بالنسبة لحادثة مقتل إسماعيل كامل باشا في عام 1822، أحد الزعماء المحليين اسمه ميك نمخ أحرق منزل إسماعيل باشا وقتله. رد طبعا محمد علي إن هو أرسل قائد قاسي اسمه محمد بيه الدفتردار، اللي قاد حملات انتقامية عنيفة جدا في السودان. النتيجة أصبحت السودان طبعا جزء من الدولة المصرية تحت حكم محمد علي وأسرته، واستمر ذلك حتى نهاية القرن التسعتاشر. بالنسبة لحرب اليونان عام 1824 لحد 1827، في عام 1821 بدأت حرب الاستقلال اليونانية ضد الدولة العثمانية. السلطان العثماني طلب مساعدة محمد علي بالاتفاق طبعا وافق محمد علي مقابل حكم جزيرة كريت وبلاد الشام بعد كده. الحملة المصرية عام 1824 أرسل جيش ضخم طبعا بقيادة إبراهيم باشا، وحقق انتصارات. استطاع الجيش المصري طبعا السيطرة على أجزاء كبيرة من اليونان وهزيمة الثوار. وتدخلت أوروبا بريطانيا وفرنسا وروسيا ودعموا اليونان. وفي عام 1827 حدثت معركة حاسمة اسمها معركة نافارينو. الأساطيل الأوروبية طبعا دمرت الأسطول المصري والأسطول العثماني بالكامل، وكانت ضربة قوية لمحمد علي.
بالنسبة لحرب محمد علي مع الدولة العثمانية، أهم حرب في تاريخه كانت عام 1831 ل 1833. طبعا الحرب الأولى أراد محمد علي إن هو يحكم بلاد الشام لأنها غنية وقريبة من مصر وكمان مهمة تجاريا، لكن السلطان العثماني رفض. أرسل محمد علي ابن إبراهيم باشا بالجيش قوي، احتل الجيش المصري غزة والقدس ودمشق وحلب ثم دخل الأناضول. بالنسبة لمعركة قونيا عام 1832 هزم الجيش المصري الجيش العثماني هزيمة ساحقة في المعركة ديت، وأصبح الطريق مفتوح نحو اسطنبول. السلطان طبعا طلب مساعدة من روسيا، فخافت أوروبا من سقوط الدولة العثمانية. النتيجة إن هو تم توقيع اتفاقية كوتاهية، وحصل محمد علي على حكم الشام وكريت. بالنسبة للحرب التانية عام 1839 لحد 1841 السلطان العثماني حاول إن هو يستعيد الشام، لكن الجيش المصري هزمه مرة تانية في معركة نصيبين. الكارثة إن الدول الأوروبية اتدخلت، بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا، ووقعوا مؤتمر لندن عام 1840. ومن شروط الاتفاق دوت إن محمد علي اضطر للانسحاب من الشام والانسحاب من الجزيرة العربية وتقليص عدد الجيش، لكن حصل على حكم مصر وصيا لأسرته. وبسبب هذه الحروب أصبح محمد علي أقوى حاكم في الشرق الأوسط، وكاد أن يسقط الدولة العثمانية، لكن أوروبا منعته من إنشاء إمبراطورية كبيرة. طبعا بعد ما اتكلمنا عن التوسعات بتاعة محمد علي في كل من الجزيرة العربية والسودان واليونان، وتوسعاته في ضد الدولة العثمانية، طبعا محمد علي في آخر سنوات حكمه أصيب بالخرف والضعف العقلي، وفي 1848 اتنزل عن الحكم لابنه إبراهيم باشا، لكن اتوفى بعد أشهر إبراهيم باشا. وتوفى محمد علي في 2 أغسطس عام 1849، وكان يبلغ من العمر 80 سنة. ومكان الوفاة توفى في الإسكندرية، والدفن في مسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة. بكده تكون حلقة النهاردة انتهت. طبعا محمد علي يعتبر من أهم الحكام الأجانب اللي حكموا مصر، بسبب انه بنى مصر الحديثة، وكانت بداية حكمه بداية لان مصر طبعا تنتقل طبعا من بعده لولاده واحفاده، حكمها يتنقل لولاده واحفاده لغاية ما انتهى عصر أسرة محمد علي بسقوط الملك فاروق، طبعا لما حصلت ثورة 23 يوليو 1952. بكده تكون طبعا الحلقة انتهت. لو عجبتك الحلقة يا ريت تدوس لايك وتدوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.